بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكون الاحوال طيبة وعلى احسن ما يرام. نلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية يا رب. فيديو جديد ووصفة جديدة كما العادة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بريوة مالحين بالدجاج. تيجيو اكثر من رائعين، بنانين، تيجيو مقرمشين والحشوة رائعة. نعطيكم جميع الاسرار باش ينجحوا معكم البريوات ديالكم وباش تجيكم الحشوه ديالكم بنينه. وغنشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديال الاحتفاظ بالبريوات ديالنا اللي تيبقاو ناجحين في المجمد بواحد الطريقه اللي سهله وتيبقاو معنا واحد الوقت ولا واحد المده اللي طويله. وبشركم بروكا تدخل عليكم بصحيحه وسلامه وطول العمر باش ما كتمناو يا ربي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وما نطولش عليكم في المقدمة، ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. بسم الله. في مقلة وضعت القليل من الزيت النباتية، وضعت عليها واحد الخلطة اللي سحرية صراحة، تجي أكثر من رائعة، ديال الربيع. تحتاجوها في الحشوات ديالكم وفي جميع الشهوات ديالكم، خصوصا أننا مقبلين على رمضان. إن شاء الله غنشاركها معكم في الفيديو القادم إن شاء الله. من بعد ما وضعت الزيت مع الخلطة ديالي اللي فيها الربيع والتومه، ان شاء الله غنشارك معكم بالتدقيق في الفيديو القادم. كيف ما قلت لكم غنوضع عليه صدر الدجاج، او اللي يمكن لكم تعوضوه بالديك الرومي اي لادند. كيف ما شفتوا معايا اللي قطعته طريفات صغارين، انا درت كيلو. وهنا عندي معلقه صغيره ديال لاموطارد، معلقه ديال الملح، دائما على حسب الذوق، توابل ديال البسطيله، ثومه بودره وسكينجبير والخرقوم والفلفل الاسود اي اليبزار على حسب الذوق. وغنخلط التوابل ديالي مع الدجاج مزيان مزيان. بالنسبه انا درت واحد الكميه اللي شويه كبيره، داكشي علاش كثرت من التوابل. نتوما عينكم ميزانكم، يعني على حساب شحال غديروا ديال الدجاج. انا درت كيلو ديال صدر الدجاج، ولا يمكن لكم تعوضوه بالديك الرومي اي لادند. من بعد ما تنخلي الدجاج ديالي حتى يطيب مزيان مزيان على نار مهيله، غنوضعو في واحد القصريه اللي غنوضع عليه الشعريه الصينيه اللي سلقتها، اولا وضعوها في الماء اللي يكون مغلي وتخليوها حتى تطلق ونقطعوها بالمقص. وغنوضع القليل من الزيتون على حسب الاختيار. اللي يمكن لكم تضيفوا الفطر اي شامبينيو، تضيفوا اي حاجه تتبغيوها تتفضلوها نتوما، لكم الاختيار. غنخلط الحشوه ديالي مزيان كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا حتى تنسجم لي، ونخليها حتى تبرد على جنب. وندوز نقطع الورقه ديالي معاكم. هنا يا خوتي الورقه كيف ما شفتوا معايا اللي عندي طريه، انا شريتها. كيف ما شفتوا معايا تنحاول انني نطراسي، تنقسمها على جوج وتنحاول يعني تنطويها عفوا على جوج، وتنحاول نطراسي الورقه ديالي على هذا الشكل هذا. انا بغيت البريوات ما يجونيش كبارين وما يجونيش صغيورين، بل يجوني متوسطين. داكشي علاش درت العبار على هذا الشكل هذا. تنقطع هادوك الجوانب وتنبدا نعبر. منين تنبدا تنعبر بهذيك الاولى تنبدا ناخد نفس القياس ديالها بهذا الشكل هذا حتى نقطع الورقه ديالي كامله. اللي يمكن لكم ديروا صيغار اذا بغيتوا ديروهم يعني البريوات ديالكم على شكل صيغار. تتقسموا الورقه على ثلاثة، ودائما الورقه فاش نجيو نعمروا بها اللي تكون طريه، وإلا ما كانتش طريه حاولوا تدهنوها بشويه ديال الزيت باش ما تقطع لكم شي، ولكن من الاحسن اللي تكون طريه باش ما تعذبكمش في الخدمه وتبقى معنا حتى في المجمد مده طويله. وبالنسبه للناس اللي تجيبوا الورقه وتتكون الحشوه مازال ما وجدات، ولا يعني يوجدوها حتى الغدا، ولا ما عندهمش الوقت باش يخدموا الحشوه ديالهم باش يخدموا البريوات. ولكن دابا كيف ما عارفين الورقه دائما تيكون عليها الضغط في هذه الايام الاخيره، جيبوا الورقه ووضعوها في المجمد اي في الفريغو، وديروها يعني غير خليوها في الفريغو حتى تبغيو تخدموا بها، وجبدوها خليوها حتى يعني تفقد هذيك البروده ديالها، يعني حتى تفقد البروده تماما، وخدموا بها عادي. هنا من بعد ما قطعت الورقه ديالي كيف ما شفتوا معايا تماما، هنا الحشوه ديالي كانت بارده. كيف ما شفتوا معايا تنحاول ان نفرش الورقه ديالي كيف ما تتشوفوا كيف ما واضح في الفيديو، وتنبدا ندير الحشوه على هذا الشكل تماما. دائما الورقه اللي ملسه من برا والورقه اللي حرشه من الداخل، يعني اللي ماشي رطبه من الداخل.
باش تجينا البريوه ديالنا مفينيه وتجي زوينه حتى في الشكل وفي المنظر ديالها. هنا غنبدا نلف ولا نشكل البريوات ديالي معاكم. شكلت معاكم وحده كما واضح في الفيديو، غنعاود معاكم ان شاء الله حيت هما ساهلين. غير تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخير وان شاء الله غينجحوا معكم. نتمنى ترجعوا عندي في لي كومونتير وتقولوا لي راه جربنا الوصفه ديالك وان شاء الله ما يكون غير خير. هانتوما انا نعاود معكم وحده اخرى. تنوضع الحشوه ديالي على حساب ما نديروش بزاف وما نديروش شويه، وتنلفوا اللفه الاولى ديال العاديه، ومن بعد تنبداو نشكلوا مثلث، يعني تنبقاو ماشيين مع الطرف ديال الورقه طريف بطريف، يعني داك هو على شكل مستطيل. تنبقاو ماشيين من جهه لجهه حتى تنشوفوا انه هو ديك المثلث شكلنا على شكل فرماجه، وتتكون البريوه ديالنا تشكلت كيف ما وضح في الفيديو. غنبقى بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. انا تبارك الله كيف ما قلت لكم درت كيلو ديال الدجاج، يعني تبارك الله عطاتني واحد الكميه اللي كبيره كيف ما شفتوا معايا قصريه ديال الحشوه. بقيت هي دائما خاصكم تجلسوا وتخدموا على البريوات ديالكم بشويه عليكم حتى تكملوهم كاملين. كيف ما شفتوا معايا الطريقه اللي هي سهله، تنلفوا البريوه ديالنا بواحد الطريقه اللي سهله كيف ما واضح في الفيديو. يعني واخا نعيا نشرح لكم ما نشرح لكم شي كيف ما واضح في الفيديو. هانتوما غنبقى ماشيه تنوضع الحشوه كيف ما قلت لكم ما ديروش بزاف باش ما تخرج لكم شي، وما ديروش شويه عاوتاني باش ما تجيكم شي البريوه ديالكم خاويه. غنديروها عيننا ميزاننا، يعني تكون هي هذيك ما تكونش خارجه على الورقه كيف ما واضح. غنخلي واحد المساحة بين الورقة بين يعني الحشوة والورقة بهذا الشكل هذا، وغنلف عليها غنطوي الطوية الأولى وغنبقى ماشية الطوية الثانية مع الجوانب ديال الورقة، يعني جنيب بجنيب، يعني خصني نبقى ماشية معاها بشوية بشوية حتى تنتشكل البريوه ديالي على هذا الشكل تماما كيف ما قلت لكم واضح في الفيديو. وغنبقى بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. كيف ما شفتوا معايا فاش نشكل البريوه ديالي تندهنها بشويه ديال الزيت النباتيه اللي يمكن لكم تعوضوها بالماء والدقيق، وتنقطع الجوانب ديال البريوه باش ما تديفورماش في الفران. وبالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ تناخذ واحد الصينيه ولا واحد البلاطو اللي تنستف فيها البريوات ديالي كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل تماما. تنوضع الطبقه ديال البريوات وتندير عليها سلوفان، وتندير الطبقه الثانيه وتندير السلوفان، وندير الطبقه الثالثه كيف ما واضح في الفيديو. تندخلهم للمجمد ليله كامله حتى نحسوا بهم تجمدوا ولاو محجرين، وتنجبدوهم يعني في الصباح وتنستفوهم في علب بلاستيكيه اللي تندخلوها المجمد على هذا الشكل هذا، ولا يمكن لكم ديرهم في البلاستيك يعني في بلاستيكات لكم الاختيار على هذا الشكل هذا. وتنبدا نستف البريوات ديالي كيف ما شفتوا معايا. تندير السلوفان بين كل طبقه ديال البريوات تيتجمدوا تنستفوهم كيف ما قلت لكم. من بعد فاش تنبغيوهم تنجبدوهم ندخلوهم الفران اللي يكون مسخن من قبل، ندهنوهم بشويه ديال الزيت ولا الزبده ونحمروهم من التحت ومن الفوق وبالصحه والراحه. تنفعونا في رمضان في وجبه الافطار ولا وجبه السحور. هنا تيوصل الفيديو ديالي النهايه. ما تنسونيش بلي لايك وتعاليق الزوينه ديالكم لتشجعني وتحفزني. وفي الأخير أشهد الله أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.